ازاي نحافظ على وزننا في العيد ونعمل ايه مع الكحك والبيتي فور والعزومات والفاست فود والخروجات وكل الكلام ده؟ ازاي نخرج من العادات الكويسه بتاعه رمضان حتى لو ما كناش عاملين دايت، ان احنا نستفاد بالعادات بتاعه رمضان دي لبعد العيد؟ في الفيديو ده هقول لك كل حاجه محتاج تعملها في الفتره بتاعه العيد واللي بعد العيد علشان صحتك تبقى احسن وتخس وانت كمان مبسوط من غير ما تحس ان انت محروم من اي حاجه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. اول حاجه الكحك بتاع العيد. خلينا نقول الاول ان الكحك اكيد احنا فاهمين ان الكحك هو عاده طول عمرها موجوده وشغالين بيها وجزء من البروتوكول بتاع العيد وفي ناس كتير بتحس ان مفيش عيد لو مفيش كحك. خليني اقول لك الكحك فيه كام سعر حراري تقريبا، تقدر تاكل منه قد ايه علشان ما يضركش، وخليني اقول لك كمان ازاي الكحك بيشتغل في جسمك وبيشتغل مع عقلك وبتضطر ان انت تاكل منه كميات كبيره. الكحكايه الواحده فيها من 300 ل 450 سعر حراري. فهل انت اسال نفسك سؤال كده، هل انت بتاخد كحكايه واحده؟ مش اقل من 3 ل 4 كحكات. طب الكحك ده بيبقى لوحده؟ لا، ما لازم شاي بلبن. طب والشاي بلبن ده بيبقى لوحده؟ لا، ما احنا هناخد 2 بسكوت ونحلي بواحده بيتي فور. طيب بحسبه بسيطه كده، 400 في 4 ب 1600 سعر حراري، وحوالي 400 ل 500 في الكحك في البيتي فور والبسكوت وكوبايه الشاي بلبن، 2100 سعر حراري. دول انت مسحت بيهم زورك، مسحت بيهم زورك، انت حتى ما فطرتش. طيب انت عارف ال 2100 سعر حراري دول احتمال كبير جدا يبقوا اكتر من احتياجك او اكتر من احتياج جسمك في اليوم. فانت مسحت زورك، ولا فطرت ولا اتغديت ولا اتعشيت باكتر من احتياج جسمك في اليوم. فالكحك هو من الحاجات اللي هتقدر توصلك بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة، انك تخرج من العيد زايد 5-6 كيلو وانت حتى ما بتاكلش كتير، وانت حتى مش حاسس ان انت استمتعت بالاكل. وخلينا كمان واقعيين ان الكحك بيبقى في علبه، انت طول ما انت بتعدي بتفتح العلبه تاخد لك كحكايه، تاخد لك بوتفرايه، جعان شويه مش عارف بالليل تقوم واخد لك شويه سقسق في شاي، فالموضوع بيبقى صعب. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ ما اصل الكحك ده بروتوكول وده متعودين عليه وعاده وبنحبه ومش عارف. تمام. اول حاجه تدخله من ضمن سعرات اليوم بتاعك. يعني لما بتاكل في سعرات في 2700 1700 1800 سعر حراري، يبقى انت مثلا لو هتاكل كحكتين يبقى انت كده فاضل لك 1000 سعر حراري في اليوم. ال 1000 سعر حراري في اليوم دول هتاكلهم بقى من البروتين ومن بقيه الاكل الطبيعي بتاعك بتاع الفطار والغداء والعشاء. دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم تكون فاهم ان انت ما ينفعش تبدا يومك بالكحك. الكحك ده عباره عن ايه؟ دي عليه سكر متغطي بالسكر، جواه ملبن او عين جمل او اي مكان جواه ايه، فهو سهل ان انت تبلع منه كتير، سهل انه يرفع لك الانسولين فتقعد تاكل منه كميات كبيره. علشان كده بتلاقي نفسك اوت اوف كنترول، ممكن تخش لك في 7-8 كحكات عادي جدا في قعده واحده. ليه؟ لانه ما بيمليش البطن، ما بيدي سعرات فاضيه، سعرات بدون قيمه غذائيه، ما فيهوش اي نوع من انواع البروتين، فهو عباره عن دهون وكربوهيدرات. اسوأ انواع الدهون، اسوأ انواع الكربوهيدرات جمعتهم في حاجه واحده مدوره ب 400 سعر حراري. فانت بتاكل حرفيا، يعني مش عايز اقول مصطلح عشان الناس ما تزعلش مني، انت بتاكل قطعه من السم. اللي داخل جسمك ده قطعه من السم. خلينا واقعيين، انا هسمولك بمسمياته وهقول لك في الاخر ان انت ممكن تاكل عادي، بس هسمولك بمسمياته. فانت دخلت 400 سعر حراري دي في جسمك، فانت لو بدات يومك بدهون وكربوهيدرات هتقعد طول اليوم تاكل. طب ايه الحل؟ الحل انك تفطر الاول فطارك العادي، تاخد بروتين عالي، بيض مثلا وليكن، تاخد معاه بطاطس، وبعديها على طول تاخد لك كحكايه وبسكوتايه وكوبايه شاي. حلو، انت كده معدتك اصلا مش فاضيه، هتعرف تكنترول. غير كده مش هتاكل كحك تاني بقيه اليوم، يعني انت هتاكل كحك مره واحده بس، وطول فتره العيد اللي هم الاربع ايام بتوع العيد تاكلهم مرتين ل3 مرات، وهتحسبه جوه السعرات بتاعتك، وهتاخده بعد وجبه الفطار اللي هي فيها بروتين عالي وفيها كربوهيدرات بيشبع زي البطاطس او البطاطا. فكده احنا خلصنا من موضوع الكحك. في معلومه مهمه عايز اقولها لك، احتمال حد يكون بيتفرج على الفيديو يبقى زيي. يعني ايه زيي؟ انا شخص مش بعرف اكنترول على الحاجات الحلوه،
انا شخص مش بيعرف يكنترول على الحاجات اللي فيها دهون عاليه وفيها كربوهيدرات عاليه. فانا مشكلتي مع الكحك، انا بحبه جدا جدا جدا، بس لو خدت كحكايه في الاغلب بتسحب لها 6 7 كحكات وشويه بتيفور وشويه بسكوت، وبخرج من العيد زايد 5 6 كيلو اللي انا اصلا كنت خسيتهم في رمضان. فراح رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. لو انت زي كده ما بتعرفش تعمل كنترول على الحاجات الحلوه، خدها من قصرها وما تحطش كحك قدامك، وما تخليش الكحك في البيت اصلا، لان مش هتعرف تكنترول. وهنا انا بكلم الناس اللي ما بتعرفش الكنترول، زي ما يجيش بقى واحده وزنها 60 كيلو وطول عمرها بتلعب باليه مائي وجيمناستكس وتقول وتكتب لي كومنت تحت وتقول لي البالانس و80 20. انا بكلم الناس اللي زي حالاتي، اللي هم طول عمرهم بيعانوا من السمنه، عندهم اوفر ويت قوي، دول ما بيعرفوش يعملوا كنترول، فلو كلوا كحكايه الدنيا تفتح منهم، فنبعد عن الكحكه خالص. غير كده احنا ممكن ان احنا زي ما قلت لكم ناخد كحكايه في بسكوتين مرتين 3 في العيد بعد وجبه الفطار، يبقى كده احنا خلصنا من موضوع الكحك. طيب هنعمل ايه في الفاست فود والخروجات بتاعه العيد؟ لازم تغير طريقه تفكيرك، لازم تغير طريقه تفكير اللي هو بتاعت انا في العيد بخرج عشان اكل، هروح اجرب المطعم الفلاني، هاكل فاست فود الفلاني، هطلب اكل من بره واقعد اتفرج على فيلم، هجيب سناكس. لازم تغير المايند سيت دي. خلي الخروجات بتاعه العيد انت دايما بتعمل فيها اكتيفيتيز. انت لو انت مسافر بتنزل الميه، بتلعب بلياردو، بتلعب بينج، بتلعب حتى لو كوتشينه، بتلعب بلاي ستيشن، بتلعب فولي، بتلعب طايره، اي مكان انت بتلعب ايه، خليك اكتف. ولو انت في القاهره او انت في اي محافظه او انت في اي بلد بره مصر، خلي ان انت مثلا رايح تخش سينما، رايح تلعب بينج، رايح تلعب بولينج، رايح تزور حاجه جديده ما زرتهاش قبل كده، رايح المتحف، رايح تزور قرايبك. ما تخليش اساس النزوله ان احنا رايحين ناكل ورايحين نحلي، رايحين نجرب اكل، رايحين نحلي، رايحين نتعشى، رايحين نفطر، رايحين نتغدى. فخلي طريقه تفكيرك تبعد شويه عن الفكره دي في الاكل. ده بالنسبه للخروجات. طيب موضوع الفاست فود، انت خلاص يعني طالع من رمضان، انا عارف انك زهقان من الاكل العادي، بس ما تخليش معدتك مره واحده تخش على الفاست فود، هتتعب جدا جدا جدا، هتعاني جدا جدا جدا، الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا. خليك على الهادي، خليك واحده واحده. محدش محدش بيجري ورانا، تمام؟ عايز تاخد تشيت ميل، هتاخد تشيت ميل مثلا اول يوم العيد وتاني يوم العيد وخلاص، وتقفل على كده ويبقى الموضوع انتهى. وتشيت ميل مش تشيت داي، مش تقعد طول اليوم بتاكل، مش تاكل فطير الصبح وتتغدى بيتزا وتتعشى برجر وفي النص عمال تاكل مهلبيه وتاكل ايس كريم وتاكل مش عارف ايه. لا، هي وجبه واحده خدتها، حلو وحادق. يعني تاخد مثلا في الغداء بيتزا وبعدين تاخد مثلا بعديها شوكولاتايه مثلا، خلاص الموضوع انتهى، اتقفل، اقفل بقى الموضوع على كده. طيب تالت نقطه بقى عايزين نتكلم فيها، ازاي نحافظ على العادات الكويسه بتاعه رمضان، ان احنا نفضل مكملين فيها في العيد وبعد العيد. اقل عاده خالص انت يعني اسهل عاده انت استفدتها في رمضان وكنت بتعملها بمنتهى السهوله، انك على الاقل كنت بتصوم 13 ساعه. حاول انك تحافظ على الموضوع ده على قد ما تقدر، بالذات في الفتره بتاعت العيد، علشان تعرف تكمل عليه بعد العيد. احنا ما اتخلقناش ان احنا نقعد ناكل طول اليوم، فحافظ على العاده دي انك ما تقعدش تاكل طول اليوم، وانك تفضل صايم 13 ساعه، من ضمنهم يا عم ال8 ساعات اللي انت بتنامهم، ما يبقى لك 5 ساعات، ساعتين اول ما تصحى وساعتين 3 قبل ما تنام، خلاص 13 ساعه خلصوا، فاهمني؟ فالموضوع ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا 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 جدا، وهيخلي دايما السعرات اللي داخله جسمك اقل، ودايما نفسك مسدوده. فنحافظ على الموضوع ده، نحافظ على الموضوع ان احنا بناكل بروتين في كل وجبه، ونحافظ على موضوع ان احنا ما بناكلش وجبات كتير. يعني بناكل وجبتين 3 وجبات بالكتير قوي، مش لازم نقعد نفطر ونغدى ونتعشى وناخد 2 سناكس في النص والكلام ده كله. لو حافظت على العادات دي هتفرق معاك جدا جدا جدا. زائد ان انت خارج من رمضان، لو انت كنت ابتديت تلعب رياضه او بتصلي التراويح او في اكتيفيتي في يومك كانت بتاخد ساعه، حتى الصلاه كانت بتقعد تطلع وتنزل وتقف وبتاع ومش عارف ايه، حافظ على ان انت حتى بتتمشى ساعه او ساعه الا ربع كل يوم بعد الغداء او بعد الفطار او اي مكان وقتك فين. وحاول ان انت لو انت كنت بتتمرن في الجيم ان انت تحافظ على الموضوع ده، خصوصا في العيد. ما تكسرش العاده، لان في 30 يوم انت دبيت فيهم، حتى لو هتاخد ريست شويه ما تكسرش العاده، ما تكسرش اللوب. مع نقطه مهمه جدا، موضوع النوم. احنا في رمضان عاده النوم بتاعنا مش بيبقى متظبط، بننام عدد ساعات قليل، ما بننامش بالليل كويس. فاستفاد بالفتره بتاعت العيد ان انت اجازه، وان انت خد
8 ساعات كل يوم بالليل. ظبط مواعيد نومك، هيفرق جدا في الهرمونز بتاعتك، هيفرق جدا في الحرق بتاعك. كل ما تكون هرموناتك مظبوطه كل ما يكون الحرق بتاعك احسن، كل ما تخس بشكل اسرع وبشكل افضل بكتير جدا. فنستفاد بالفتره دي ان احنا نظبط مواعيد نومنا ونظبط مواعيد اكلنا الجديده ونحافظ على الصيام بتاعنا. كده انا قلت لكم كل حاجه ممكن تعملوها في العيد وبعد العيد علشان تقدروا ان انتوا تحافظوا على وزنكم وتطلعوا بشكل احسن. استنوني الفيديو الجاي. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. استنوني الفيديو الجاي، يا ريت تعملوا لايك، هيفرق معايا جدا بس مش هيخسرك اي حاجه. سلام.